إذاعة الجزائر من ميلا. إذاعة الجزائر من ميلا. أخبار منتصف النهار. أخبار منتصف النهار. في تقديمها مريم حسني لاشيلي، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يسدي تعليمات وتوجيهات هامة وصارمة خلال اجتماع مجلس الوزراء لإتمام عدة مشاريع اقتصادية. الزيادات المعتبرة في الأجور، إعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية، إحياء للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ولاية ميلا تسطر برنامجا ثريا ومتنوعا بالمناسبة. بالنسبة لقفة رمضان 2000 طرد غذائي طبعا راهي تمشي تحت إشراف والي الولاية. المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري يحضر لتوزيع 2000 طرد غذائي على العائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان. نزيدوا نكثروا الحملات السياسية اللي عنده طابع خاص الشهر الفضيل هذا. تحسبا للشهر الفضيل، مصالح أمن ولاية ميلا تطلق حملة تحسيسية لفائدة مستعملي طريق للحد من الحوادث المرورية. في الرياضة، شباب ميلا في مواجهة شبيبة سكيدة بملعب القاسم بالعيد بميلا مساء اليوم. السلام عليكم وأهلا بكم إلى التفاصيل. ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق الهادفة إلى تقليص آجال رسو السفن ومعالجة البضائع عند الاستيراد، متابعة البرنامج المتضمن تعميم شبكة الألياف البصرية، تطور الاستهلاك الداخلي للغاز والمنتجات النفطية. مخرجات مجلس الوزراء في هذا التقرير مع أحمد ثابت. بعد عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين وعقب الاستماع إلى عروض ومداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية. بداية، أمر السيد رئيس الجمهورية وزير الصناعة بالإسراع في إعادة تشغيل مصنع إنتاج الإسمنت بأضرار والمسترجع من طرف الدولة في قضايا مكافحة الفساد، وذلك قبل نهاية شهر مارس من عام 2025، لما يوفره من مناصب شغل في المنطقة ودعم للإنتاج الوطني للإسمنت. أمر بالإسراع في إتمام كل المراحل التقنية التي تسبق تشغيل مصنع الإسمنت بالجلفة. أمر السيد الرئيس استكمال كل الخطوات لتشغيل مصنع سحق البذور الزيتية بكتام بجيجل نهاية ماي المقبل. حول منحة الطلبة الجامعيين، وافق السيد رئيس الجمهورية مبدئيا على رفع منحة الطلبة في انتظار اجتماع مجلس الوزراء المقبل. حول تطور الاستهلاك الداخلي للغاز والمنتوجات النفطية، أكد السيد رئيس الجمهورية على أهمية الاستشراف وترشيد استهلاك مختلف أنواع الطاقة التي تواصل الدولة زيادة الإنتاج فيها من خلال اعتماد أسلوب ضبط وتحكم جديد يرتكز على دراسة معمقة تقدم لنا حلولا متكاملة للحفاظ على الطاقة واستغلالها في تطوير مختلف الصناعات مع الاستثمار في الطاقات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، حيث تتوفر الجزائر على إمكانيات كبيرة في هذا المجال. كما وجه السيد الرئيس الحكومة بوضع تصور شامل على المديين القصير والمتوسط وعلى البعيد بطريقة مدروسة علميا تسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية لاستهلاك المواطن للطاقة، وذلك بزيادة الاستثمارات الطاقوية ومحاربة التبذير بكل أشكاله. وحول مدى تقدم البرنامج المتضمن تعميم شبكة الألياف البصرية، أكد السيد الرئيس أن تطور الاستهلاك والخدمات في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال هو اليوم مؤشر إيجابي على تحسن المستوى التنموي ككل بالنسبة للفرد الجزائري، ما يتطلب مواصلة الاستثمار والتوجه أكثر نحو الجودة، خاصة وإن بلادنا أصبحت اليوم تنتج هذه الألياف البصرية وتغطي احتياجاتها بشكل كامل بعد أن كانت تستوردها من الخارج. وحول مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق الهادفة لتقليص آجال رسو السفن ومعالجة البضائع عند الاستيراد، تكتسي الموانئ أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية. في هذا السياق، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية هذه المنشآت الحيوية وإعادتها لدورها الفعال المساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة. أشرف والي ميلا مصطفى قريش على فعاليات الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادف ل24 فبراير من كل سنة. وبالمناسبة تم وضع إكليل من الزهور والترحم على أرواح الشهداء بروضة الشهداء بعين السياح ببلدية ميلا. هذا واحتضن متحف المجاهد بميلا فعاليات الاحتفال بهذه المحطة، حيث أكد عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الولايي
الولائي أحمد بقرش أن الاحتفال هذه السنة يأتي في ظل تحقيق الجزائر لمكاسب عديدة. نستمع إليه متحدثا في ميكروفون فارس بالورنة. جاءت الأقدار والصدف أن تأتي هذه السنة في ظروف متميزة هامة وتاريخية، ما قام به فخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخفيض تقاعد الأساتذة والمعلمين ب3 سنوات والزيادات المعتبرة في الأجور، إعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية، الحماية والنهوض بالمنتوج الوطني، دسترة القطاعات الاستراتيجية، الطاقة، المناجم، النقل، السكك الحديدية، الاتصالات والمياه، على رأسها محطة تحليل المياه للراس الأبيض بوهران وسيبازا. هذا وتم تكريم عددا من العمال من مختلف القطاعات الذين تمنوا هذه الالتفاتة. نستمع لبعضهم. نعمل منذ 1989 واليوم راني فرحان بهذه المناسبة هذه، ونشكر كل السلطات اللي قايمين عليها. مناسبة عظيمة وكبيرة بزاف من تاريخ. الحمد لله فرحان بهذا التكريم. سي نورمال بعد 44 سنة خدمة. الحمد لله. التفاتة طيبة، وخاصة النضال اللي نضلنا في صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما يقولوا يعجز اللسان على التعبير. في موضوع آخر، وتحسبا للشهر الفضيل، يحضر المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري لتوزيع 2000 طرد غذائي على العائلات المعوزة، إضافة إلى نشاطات أخرى تتحدث عنها نسيمة لبصير رئيسة المكتب في ميكروفون لمياء بالخير. بالنسبه لقفه رمضان 2000 طرد غذائي طبعا راهي تمشي تحت اشراف والي الولايه، ولا تزال التحضيرات بالنسبه للجان المحليه راهي تحضر في قفه رمضان قصد توزيعها للعائلات المعوزه. وكاين نشاطات بالنسبه لتحضير لختان جماعي باذن الله وكسوه العيد، اضافه الى نشاطات اخرى ان شاء الله حسب البرنامج المسطر من طرف اللجنه الولائيه تنسيق مع مديريه الصحه لولايه ميلا. اكيد راهي نفتح المجال للعائلات المعوزه. المتحدثة ذاتها كشفت عن فتح 5 مطاعم للرحمة، إضافة إلى الوجبات المحمولة. في فتح مطاعم الإفطار عبر مختلف بلديات الولاية. بالنسبة كاين ماغرو شلغوم العيد، مطعم ببلدية الغاية، ومطعم بالولاية ميلا بلدية سيبرغن، إضافة إلى الوجبات المحمولة المتمثلة في بلدية الرواشد، عين بيضة حريش، وبلدية المشيرة. أمنيا، تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة رواشد نهاية الأسبوع الماضي من توقيف شخص وحجز أزيد من 78 غرام من المخدرات وأسلحة بيضاء، وهذا على مستوى وسط مدينة الرواشد. بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة، في حين تبقى الأبحاث متواصلة لتوقيف شريكه الرئيسي في القضية. تزامنا مع اليوم المغاربي للتبرع بالدم، أطلق أمن ولاية ميلا على مدار 3 أيام حملة للتبرع بالدم وسط قوات الشرطة بالتنسيق مع مركز حقن الدم بميلا، ابتداء من اليوم وإلى غاية 26 فبراير الجارية. هذا وتواصل مصالح أمن ولاية ميلا بالتنسيق مع الدرك الوطني ومختلف الشركاء التحضير لإطلاق حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق والراجلين للحد من حوادث المرور خلال شهر رمضان. وعنها يتحدث ضابط شرطة رئيسي رابح نويشي من مصلحة الأمن العمومي بأمن الولاية في هذا التسجيل من أجل التخفيض من حوادث المرور. في الفصل هذا نزيدوا نكثروا الحملات التحسيسية اللي عنده طابع خاص الشهر الفضيل هذا، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والشركاء الفاعلين في هذا المجال. اطلقنا حملة تحسيسية شعار شهر رمضان بدون حوادث، يمتد ابتداء من 1 مارس إلى غاية 5 أفريل، هذا خاص بشهر رمضان. الحملات التحسيسية راهي دائمة على طول السنة عبر المنصات هادو، مواقع التواصل الاجتماعي، ولا عبر الطرقات، ولا عبر أي وسيلة نقدروا نوصلوا بها رسالة. في الرياضة وفي بطولة الهواة، مجموعة الشرق يواجه شباب ميلا مساء اليوم بداية من الساعة 3 نظيره شبيبة سكيكدا بملعب القاسم بالعيد بميلا، وهذا في تمام الساعة 3. بالتوفيق إن شاء الله لشباب ميلا. ختام أوراق النشرة إلى التذكير بالعناوين.
رئيس الجمهورية يصدر تعليمات وتوجيهات هامة وصارمة خلال اجتماع مجلس الوزراء لإتمام عدة مشاريع اقتصادية. السيادات المعتبرة في الأجور، إعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية، إحياء للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات، وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ولاية ميلا تسطر برنامجا ثريا ومتنوعا بالمناسبة. بالنسبه لقفه رمضان 2000 طرد غذائي طبعا راهي تمشي تحت اشراف والي الولايه. المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري يحضر لتوزيع 2000 طرد غذائي على العائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان. نزيدوا نكثروا الحملات السياسية اللي عنده طابع خاص الشهر الفضيل هذا. تحسبا للشهر الفضيل، مصالح أمن ولاية ميلا تطلق حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق للحد من الحوادث المرورية. في الرياضة، شباب ميلا في مواجهة شبيبة سكيدا بملعب القاسم بالعيد بميلا مساء اليوم. في ختام النشرة مستمعينا متابعينا، تقبلوا تحيات طاقم التحرير في الإعداد فيصل بن مخلوف، في التنفيذ الهندسي للصوت والإخراج، وتحياتي في التقديم مريم حساني لاشيلي. ظهيرة طيبة للجميع وإلى اللقاء. ولمزيد من الأخبار بإمكانكم متابعتنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك وإنستغرام راديو ميلا، ومشاهدتنا على قناتنا عبر اليوتيوب إذاعة ميلا.